بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو انت جديدة عندي في القناة أول مرة تخش عندي، يا ريت تعملي لايك واشتراك وتشاري الفيديو. ولو انت من المتابعين الغاليين برضو لايك وتشوفي الحلقة للآخر وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ندل على الخير كفاعله. حلقة النهاردة يعني هنقول معجزة. مفيش معجزات، لا والله برضو في معجزات. يعني لما تلاقي كده ربنا يعني معاكي وسندك ومديك اللي انت عايزاه، ولو يعني جاي كده في وقت كده من الاوقات خطر على بالك ان اللي انت عاوزاه ده من المستحيل، وفعلا ربنا عطاهولك، فبتقولي فعلا دي معجزة. وربنا يعني لا يعجز عليه شيء فعلا. يعني ما فيش حاجه تقف قصاد ربنا اللي يعني زي ما يكون بيقول الشيء كن فيكون. النهارده في يعني القصه ديت من واحده يعني برضو من المتابعين بعتتها لي على الواتس. فانا قلت يعني هقولها لكم علشان برضو لو انت في نفس الموقف بتاعها وكده تتبعي اللي هي عملته، وان شاء الله ربنا يرزقك اللي انت عايزاه. بتقول انا كان وصل انا يعني واحده في الجمال يعني فوق المتوسط، يعني حلوه، من عيله ميسوره، من عيله ملتزمه، يعني متربيه كويس الحمد لله. بشتغل، يعني اتخرجت واشتغلت. وبعدين ناس كتير من زمايلها اقل منها في المستوى وفي الجمال وفي الاخلاق، وربنا كرمهم بازواج كويسين. لكن هي حبيبتي مفيش، ولو جالها حد يجيلها يعني مع انها واخده شهادات يعني عاليه ومحضره ماجستير ودكتوراه. طبعا هي قاعده لسه ما اتجوزتش، فبقت عملت ماجستير ودكتوراه وكده انها تشغل وقتها يعني مع شغلها. فبرضه كان كل اللي يجيلها مستوى قليل، هو مش مستوى قليل في يعني اهم حاجه كانت بتدور برضه على الاخلاق، وطبعا نفس المستوى عشان خاطر يبقى في توافق، ما يبقاش في بعد كده عدم راحة. لان طبعا لما بتاخدي حد من نفس المستوى الفكري بتاعك يعني كمان والمستوى المعيشي، ما بت خلاص بتبقوا مرتاحين، يعني في تفاهم بمعنى اصح. فالمهم كان بيجي لها ناس يعني برضه مش هم كانت تقعد معاهم كانت تقول مش مهم الشهاده، المهم الاخلاق والتربيه والعقيده يعني اللي في دماغهم. كانت تقعد معاهم فتلاقي مفيش توفيق. تدي لنفسها فرصه مثلا 10 ايام اسبوعين يتعرفوا على بعض، تلاقي برضو مفيش. وهي كان كل اللي يشوفها بقى يعني ايه ده انت لسه، ده انت حلوه، ده انت اموره، ده انت كذا، يعني من فالمهم مع ان كان زمايلها كلهم يقولوا لها انت حلوه، ده انت هتتجوزي قبلنا، انت يعني اموره هتتجوزي قبلنا، انت اشتغلتي هتتجوزي قبلنا. عشان تعرفوا ان الحسد بيوقف الحال. مش شرط تقولي سحر، مش شرط تقولي مس عاشق واقف حال، لا يعني الحسد اقوى من السحر فعلا والله. المهم بقت يعني والدتها ووالدها قلقانين عليها، قالوا يمكن معمول لها حاجه، بقوا يروحوا للشيخ. وهي بصراحه كانت بتعترض، كانت تقول لا، هي كان ايمانها ما شاء الله قوي يعني. كانت تقول لا انا مش رايحه، ربنا ما بيريد لما ربنا يأذن ان شاء الله هيحصل. بس طبعا الاهالي بيبقوا قلقانين، كل ما بيلاقوا البنت قدامهم سنها بيكبر بيبقى عندهم قلق وعايزين يطمنوا عليها يعني. فالمهم راحوا للشيوخ كذا. اول واحد قال لهم دي معمول لها بوقف الحال. طب مين اللي هيعمل لها؟ يعني الناس محبوبين والناس خيرين بيطلعوا لله كتير وكده، مين بيكرههم وهيعمل لها؟ المهم قالوا لا، ده هو مفيش حاجه معموله ولا حاجه. استنوا سنه برضو والتانية مفيش حد جه. راحوا برضو مفيش يعني عريس يعني كويس اتقدم. راحوا للشيخ تاني. هم كانوا بيروحوا للشيوخ، ما كانوش بيروحوا للدجالين بصراحه. كانوا الشيوخ يعني بيعملوا عليها رقيه شرعيه ويشوفوا يعني في حاجه ولا لا. فالمهم راحوا مره لشيخ فقرأ عليها، لقى وشها فعلا اتغير يعني هي ما حصلهاش يعني لا اغمى عليها ولا صرع ولا كلام من ده، ولا بس وشها انكبه بقى كده واسود. فقال لهم يا جماعه هي مش معمول لها ولا حاجه، هي محسوده وان شاء الله يعني هو يعني اللي بيجي يعني لسه نصيبها ما جاش، واللي بيجي لها مش مناسب ليها يعني. ان شاء الله هيجي لها المناسب، بس انتوا اصبروا يعني.
فالمهم ايه بقى، والدها بصراحه يطلع صدقات ويطلع لله كتير بنيه ان ربنا ايه يرزقها يعني بالزوج الصالح، لانه عاوز يطمن عليها زيه زي اي اب، يقول لك يعني عشان ايه لو ربنا توفاني يبقى فيه ايه سند لها في الدنيا، يعني حد معاها يعني ما تبقاش ايه وحيده. هي طبعا لها اخوات، بس طبعا انتوا عارفين النهارده الدنيا ايه كل يعني ملهيه الناس، محدش بقى فاضي لحد ولا حد بقى بيسأل على حد. وبعدين إيه كل ما العمر بيتقدم بيها كل ما الام والاب ايه بيبقوا ايه متضايقين. ده غير كمان كلام الناس، يعني ايه انت لسه ما اتجوزتيش ليه، ده انت اموره، ده انت حلوه. يا ريت يعني محدش يقول كده يا جماعه، محدش يقول لحد انت لسه ليه، لان ده مش بايد حد، ده بايد ربنا. راحوا لشيخ تاني بعد كده. المهم هما بقى يقولوا لاحظوا عليها بقى فعلا ساعة ما يقولوا في عريس يلاقوا وشها دوت اتغير خالص. هي البنت ما شاء الله عليها أمورة، وطول يعني طويلة كده، عودها يعني حلو، جسمها حلو. فكانوا يلاقوا وشها اتحول، بيقولوا والله يعني بيقولوا وشها اتحول كأنه غراب، ومناخيرها دي طويلة ووشها ده ممصوص. فبقت يعني الام مستغربه، هي البنت دي وشها عامل كده ليه، ده لو العريس جه وشافها مش هيرضى بيها يعني. المهم جت قالت يعني مفيش نصيب في العريس دوت وخلاص. الام قالت يمكن انا اللي متهيألي. لحظه تانية لا، المهم ان كانت البنت دي عرسانها كتير جدا، لدرجه تقول يعني كان ساعات بيجي لها في اليوم بالثلاثه والاربعه. واقول مش معقوله هيمشوا كلهم، اكيد هيبقى في واحد منهم كويس، وكلهم مراكز كويسه. المهم واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، مفيش ولا واحد فيهم في توفيق. وبصراحة يقولوا لا هي كويسة والاهلها كويسين، بس مش مفيش ارتياح يعني. وهي كذلك برضو كانت تبقى رافضة، كانت ساعة ما تعرف ان في عريس تشنج وتبقى مش عاوزة بصراحة تقابله، وتبقى متعصبة جدا. وبعدين مرة تانية برضو في عريس جه، مامتها بتقول ببص لقيت وشها دوت اسود بقى زي الهبابة. فالام قالت لا هو في حاجه برضه. راحوا للشيخ تاني قال لهم لا هو ما فيش حاجه، هو دوت حسد بس. طلعوا صدقات وكده بقى. بصراحه زي ما بقول لكم باباها يطلع صدقات كتير، وبعدين قال انا مش هلجأ لا للشيوخ ولا هلجأ لحد، انا هحل لها انا المشكله. طب هتحل ازاي؟ قال انا هقرأ سوره البقره يوميا وسوره ياسين، بنية ان ربنا يعني يبعت لها الزوج الصالح. مش شرط بقى شهادة عالية، شهادة متوسطة، المهم ان هو يكون فكره يعني في ثقافة يعني ومتدين، يعني عشان يراعي ربنا فيها. لان في ناس زي ما انتوا عارفين بتبقى معاها شهادات عالية وكل حاجة ووظيفتها كويسة، وتبص تلاقيهم في الاخلاق في قمة الانحدار. لا انا هو عايز واحد يكون اخلاقه حلوة يراعي بنتي، لا يشتمها ولا يكون بيتعاطى حاجة ولا بيسب الدين، ويعملها معاملة حسنة. وبالنسبه بقى للشبكه والكلام ده كانوا برضو لا يقولك احنا مش هنشنق يعني العريس اللي هيجي بما يرضي الله يعني. فالمهم باباها فعلا قال لوالدتها انتي طبعا يعني انا هقرا سوره البقره يوميا وسوره ياسين، ولو انا في اليوم دوت ما فضيتش هقول لك اقرايهم انت بدالي، بس المهم ان احنا هننوي النيه من الاول خالص ان انا هقرا سوره البقره وسوره ياسين بنيه ان ربنا يفك يعني واقفه حال بنتي، وربنا يرزقها بالزوج الصالح. وفعلا بقوا يعملوا كده كل يوم الصبح ساعة ما يصحوا من النوم يتوضوا ويصلوا ويقولوا قبل ما نتلهي في شغل البيت او الشيطان يلهينا نقرأ سورة البقرة. فبيقول اول ما قرينا سورة البقرة بقينا نحس ان احنا تعبانين، جسمنا ده مكسر، دايخين، دماغنا تقيلة وعاوزين ننام، مصدعين. فالمهم قعدوا على الحال ده حوالي 15 يوم، وبعد كده بقوا عادي بقى خلاص. وكانت بقى يقول يعني بتقول لي كنا نيجي نقرا سوره البقره دي نلاقيها تقيله كده على قلبنا ومش عاوزين نقراها ونقعد نتاوب كتير. ففعلا التتويب الكتير ده دليل على على الحسد. المهم بقى يقروها كل يوم كل يوم كل يوم. العند بتقول على اهون سبب كده احنا كنا خارجين ف يعني جماعه ما نعرفهمش اصلا، واحد شافها فلقيناها بيكلم باباها قال له طب اديني رقم تليفونك، سأل وعنوانك يعني، وراح سأل عليه لقاه كويس فتوكل على الله. تخيلوا الجوازه دي حصلت في اسبوع واحد بس، مع ان انت ممكن تخافي تقولي ده اسبوع، هو لحقهم يعرفوا بعض؟ مع ان البنت دي كانت متعصبه وتقول لك لا انا لا يمكن اتجوز في خلال شهرين ثلاثه، حتى لازم اعرفه ويعرفني، نعرف اخلاق بعض، نعرف طبايع بعض.
سبحان الله، بعد ما كانت الدنيا واقفة خالص الدنيا اتسهلت واتجوزت في خلال اسبوع، وربنا كرمها دلوقتي وحامل، عقبال يا رب كل البنات. فيعني اي واحدة ان شاء الله كده يعني اتأخرت في الجواز ما تقلقش، واعرفي ان ربنا عندك الخير، ما تستعجليش. انا بشوف اهالي بيستعجلوا بيجوزوا بناتهم اي جوازه، لا ما تستعجلوش يا حبايب قلبي، وتأنوا كده. واي حد برضو في نفس الحاله يقرا سوره البقره يوميا،